اللعيبه انك انت تضيع الاجهاد اللي هو موجود في بعد الماتش. فالاهم من التدريب انك ازاي ترجع اللعيبه تاني. هو ده المهم بقى، انك تعمل الاستشفاء الصح بالنسبه للعيبه، ده اهم حاجه بالنسبه الاستشفاء ازاي وبتعمل ايه. يعني مثلا اقول لك على حاجه على سبيل المثال، واحنا بنلعب يا كابتن كريم الموضوع ده من بدري، يعني ده بيتعمل من زمان جدا. بس انا بتكلم على حاجه، كنت تلعب مباراه مضغوطه تيجي من كاس تروح يابان، من اليابان تيجي على دوري، ومن الدوري ترجع لكاس تاني، مفيش اي راحه. فبتعمل ايه؟ المجموعه اللي بتلعب كان بيتعمل على طول، بتروح التمرينه تاني يوم. مثلا على سبيل المثال الانتاج الحربي النهارده مع الاسماعيلي، تاني يوم هيعمل ايه؟ اللعيبه اللي لعبت المباراه بيعملوا استرتشات وجري 10 دقايق وخلاص، ويخرج بقى يعمل ايه؟ فاهم؟ يخرج في الجو الساقع ده بيبقى في بانيو تلج معروف كده اللعيبه كلها، وحوض تلج اللعيبه كلها بتنزل فيه مده 3 دقايق. عارف انا موضوع حوض التلج ده مميت، لو انت قتلتني ما انزلش فيه. انا ممكن احط رجلي بس، ده جilberto كان لكن انا عشان انزل اقعد في الشتاء في اعمل استشفاء في حوض تلج، عارف لو دبحتني كده ما انزلش. اول مستر لو مش هتلاعبني لو مش هتلاعبني ما اقدرش والله، ممكن يجي لي حاجه. ما اقدرش. في ساونا جاكوزي ماء، لكن بقول لك ايه يعني انا ممكن احط مثلا تلج على رجلي، احط رجلي في جردل تلج، جسمك كله، لكن جسمي كله في الشتاء في التلج. تعرف مين اللي كان بيعمل كده؟ عارف في لاعب اسمه رزاق كان بيلعب في الزمالك من بنين، اللي هو الضخم ده، هو مشي هو من دوم، كان بينزل في عز الشتاء لازم بعد التمرين والماتشات يروح عاملين زي برميل تلج كده وقاعد فيه، تقعد 5 دقايق في الساونا او 6 دقايق وتروح داخل في بعد كده تروح داخل بقى التلج ده، بتنزل ليه؟ بتيجي عارف كانك ايه؟ عارف خلمقته، بتفضل واقف كده بتاخد لك بتاع. طب انت كنت بتنزل؟ انا مانو يوزي هو اللي واقف بنفسه بيحسب الوقت. بتقعد قد ايه بقى في بيحسب دقيقتين في بانيو التلج، دقيقتين وتخرج وتنزل دقيقتين تاني. طب اسمع بقى، قول. في لعيب هو اكتشف، او لعيب هو فكر اللي هو بيمثل، بس هو ما كانش بيمثل. جilberto كان يا عيني بينزل ويطلع بيتحول، شكله بيتحول ما بقاش جilberto، وبياخد بعدها يومين بيخاف مش قادر التلج، مش قادر يستحمل. بعد دقيقه يروح يقول له اخرج. المهم لا جilberto نيجي نسال عليه عنده برد مميت وتعبان في البيت. فتاني مره الراجل مساعد قال له بتعب من دي، قال له لا تنزل دقيقتين. فينزل جilberto يطلع ما نشوفوش يومين تعبان قال له لا خد له اعمل استشفاء، اللي انت ما بتعملش حاجه. لا بيتعب بس صعبه، ما صعبه في التلج ده. مين ينزل؟ يعني انت في الصيف ممكن. بص يا كريم، ممكن هي ليها حاجتين. النزله الاولى مميته مميته، بعد دقيقه انت جسمك بيبتدي يتجمد بجد، لان محطوط ايه؟ انت لازق فيك الالواح الموجوده زي ما هي التلج. فبتحس بصعوبه جامده جدا، بتلاقي نفسك انت خارج جسمك كله اتخشب. بس اما جسمك يفك بقى بتلاقي نفسك فريش امانه، يعني فريش. ما هي دي بس هي ساعه لما تنزل اول شويه وتقعد شويه في التلج خلاص صعبه. دي حقيقه. مين اللي كان بيهرب من التلج في الاهلي بقى؟ مفيش حد يقدر يهرب. مانويل جوزيه هو قاعد بيتمسك الستوب واتش وقاعد جايب كرسي وقاعد، عشان عارف ان اللعيبه بتهرب من التلج. هو بصراحه في الاول كنا ايه، تلمس التلج كده تروح مظبط انت اللي كان جاهز بقى مع الفرقه اللي ما لعبوش. فهو حس ان ابتدى يسيبه ويروح داخل بنفسه بقى مع الليسته كده اللي بينزل 5 دقيقتين او 3 دقايق. انت بعد دقيقه ما بتقدرش تنطق، هو ميت على نفسه من الضحك بس مش عايز يبين. بيحصل حاجات غريبه. فلافيو بقى كان بيقول له حط دماغك كابسه عن الدماغ. يقول له بيك كابسه حطها. ولا فلافيو انت بتقول جilberto؟ لا فلافيو كان فظيع في الموضوع، دماغه كبير، بيقعد عادي جدا عادي ولا في دماغه ولا الهوا. ابو تريكه يا لهوي، ابو تريكه والله العظيم كان ابو تريكه اول ما ينزل الرعشه تيجي. حظه سيء اللي ينزل معاه. ليه بقى؟ ما هو اول ما بينزل يروح حامل كده على طول، فانت اساسا بتخبي وشك عشان هيرعشك معاه. لا الموضوع التلج ما هو بس هو مفيد. يعني هو ده احسن طريقه للاستشفاء السريع. وبعدين هفهمك على حاجه. طب طبيا ايه بقى بيحصل؟ يعني التلج بيعمل ايه في الدم؟ لا هنخش كده بقى كده انت برضو طبيب قديم، انت راجل اقتصادي وراجل محلل. لا وراجل جغرافي. اسمعني بس اقول لك على حاجه، واديني في الطب عشان هنفتي. لا ما انت راجل عملت استشفاء بالطريقه دي، يعني عارف المفروض المفعول ايه بتاع التلج على الجسم طبيا. الاهم من كده كمان، الاهم بعدها كله بيعمل مساج. فالمساج في بقى لعيبه ايه، غوط عم عطيه مثلا. عم عطيه كان بيدلك هو وسام، دوس جامد دوس جامد ايه اساسا التدليك الصح اللي انت ايه بتفوق العضله. بتفوق العضله عشان وانت باذل مجهود صعب جدا. غلط اللي انا فهمته يعني
غلط اللي انت تدلك بعمق، يجي يقول لك بلاش عمق، دلك مساج خفيف عشان تخلي العضله بقى تريح خالص. بس احنا هنا في مصر بعد ما تعمل الكلام ده بصراحه كنا محترفين بمعنى كلمه احتراف. بتخرج على البيت جاهز اكلك بقى، اكلك وتنام بدري. كنا 9 عشان عندنا ننام تمرين 9 تاني يوم الصبح بدري. انا 10 سنين تظبط يا كريم 9 دي ما تلاقينيش موجود، تليفوناتي مقفوله نايم، لان بصحى 6 الصبح. فاهم؟ ابو تريكه كان بيفتح النادي بجد. كان ابو تريكه كان بيصلي الفجر ويروح يصلي الفجر يروح على النادي ومعاه المفتاح، عمل مفتاح. فاهم؟ فده الاحتراف. لكن انت بقى تعمل الكلام ده كله في الاخر تيجي تقول لي ايه كابتن سامي انت فين؟ انا قاعد بس ايه، قاعد في كافيه بشرب كوبايه شاي الساعه 2 بالليل. ما فيش انت، ما ده بيبوظ اللي انت بتعمله كله. فلازم كنترول على اللعيبه، وده مهم جدا. طيب يعني ليكوا تعليق على مباراه الاسماعيلي والانتاج الحربي بعد ما شفنا التعادل الايجابي؟ بس النهارده انا بصراحه وانا بتفرج على الماتشات